السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم 10 نماذج لتعابير كتابية حول التلوث تظهر فيها المقدمة، العرض والختيمة. إن شاء الله تستفادوا من هذه المواضيع. التلوث المائي. المقدمة: الماء هو سر الحياة، وبدونه تموت الكائنات الحية وتجف الأرض. يتلوث الماء عندما نرمي فيه الأوساخ وفضلات المصانع، مما يؤدي إلى تسمم الأسماك وموت النباتات، وهذا يضر بصحة الإنسان الذي يشرب من هذا الماء. الخاتمة: يجب علينا الحفاظ على نظافة البحار والأنهار، فكما يقال: الماء ثروة فحافظ عليها. تلوث الهواء. المقدمة: الهواء النقي ضروري للتنفس، لكن دخان المصانع والسيارات أفسد نقاءه. العرض: عندما نستنشق هواء ملوثا نصاب بأمراض الصدر والحساسية، كما أن هذا الدخان يسبب ثقبا في طبقة الأوزون التي تحمي الأرض. الخاتمة: الحل في غرس الأشجار، لأنها رئة الأرض التي تمنحنا الأكسجين النقي. التعبير الثالث: تلوث التربة. المقدمة: التربة هي المكان الذي يمدنا بالخضروات والفواكه، لكنها تعاني من التلوث. العرض: يؤدي رمي النفايات البلاستيكية واستخدام المبيدات الكيميائية بكثرة إلى تسمم التربة، مما يجعل الغذاء الذي نأكله غير صحي. الخاتمة: لنحافظ على أرضنا نظيفة لتعطينا ثمارا طيبة، فالأرض أمانة في أعناقنا. التعبير الرابع: رمي النفايات في الشوارع. المقدمة: النظافة من الإيمان، والحي النظيف يعكس صورة أهله وسلوكهم. العرض: يظن البعض أن رمي ورقة في الشارع أمر بسيط، لكن تراكم النفايات يجلب الحشرات والروائح الكريهة وينشر الأمراض بين الأطفال. الخاتمة: كن صديقا للبيئة، وضع النفايات في الحاوية المخصصة لها لتبقى نظيفة. أهمية التشجير لمحاربة التلوث. المقدمة: الشجرة صديقة الإنسان الدائمة، وهي المحارب الأول ضد التلوث. تقوم الأشجار بامتصاص الغازات السامة وإعطائنا هواء منعشا، كما أنها تلطف الجو وتمنح المدن منظرا جماليا رائعا. الخاتمة: فلنغرس في كل مكان شجرة، فمن غرس شجرة حصد خيرا كثيرا. سادسا: التلوث السمعي. يعتقد الكثيرون أن التلوث هو الأوساخ فقط، لكن هناك نوعان آخر يسمى الضجيج. العرض: أصوات منبهات السيارات العالية وآلات المصانع تسبب التوتر والقلق وتؤذي حاسة السمع لدى الإنسان. الخاتمة: الهدوء راحة للنفس، فلنحاول دائما خفض الأصوات واحترام الآخرين. مخاطر البلاستيك على البيئة. البلاستيك مادة نستخدمها يوميا، لكنها من أخطر أعداء الطبيعة. البلاستيك لا يتحلل بسرعة، فهو يبقى في الأرض لسنوات طويلة ويقتل الحيوانات التي تبتلعه بالخطأ، خاصة في البحار. الخاتمة: لنقلل من استخدام الأكياس البلاستيكية ونستبدلها بأكياس من قماش لنحمي بيئتنا. دور التلميذ في حماية البيئة. المقدمة: أنا طفل صغير، لكن يمكنني القيام بأعمال عظيمة لحماية كوكبي. العرض: يمكنني جمع النفايات في مدرستي والمشاركة في حملات التنظيف وتوفير الماء والكهرباء وتوعية زملائي بأهمية البيئة. الخاتمة: يدا بيد نبني مستقبلا نظيفا وحياة أفضل لنا وللأجيال القادمة. الموضوع التاسع: تلوث الغذاء. الصحة في خطر. المقدمة: الغذاء الصحي هو أساس الجسم القوي، لكنه قد يصبح مصدرا للمرض إذا تلوث. العرض: يتلوث الغذاء بسبب الحشرات أو غسله بماء غير نظيف أو لمسه بأيد متسخة، مما يسبب آلاما في المعدة وتسمما. الخاتمة: يجب غسل الفواكه جيدا والحرص على نظافة أيدينا قبل الأكل لنعيش في صحة وعافية. عاشرا: إعادة التدوير. كنوز في النفايات. المقدمة: بدلا أن نرمي النفايات وتلوث البيئة، يمكننا الاستفادة منها مرة أخرى. العرض: إعادة التدوير يعني تحويل الورق والبلاستيك والزجاج القديم إلى أشياء جديدة ومفيدة، وهذا يقلل من تراكم الأوساخ. الخاتمة:
التدوير ذكاء وحفاظ على الأرض، فلنقرر رمي نفاياتنا فلنفرز نفاياتنا لنحمي غدنا. إذا هذه هي نماذج التعابير الخاصة بالتلوث في جميع المجالات. نتمنى تكونوا تستفدتوا. خلونا تعليق ولا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كنت لأول مرة تشاهدها.